السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هعمل النهارده الجلاش الحلو. اول حاجه جبت كوبايه لبن وحطيت عليها معلقه فانيليا وحطيتهم على النار وسبتها تغلي، وبعد كده حطيت جبت معلقتين نشا وقلبتهم مع بعض في شويه ميه وضفتهم على اللبن وسبتهم يغلوا على النار لحد ما بدا يتقل، وبعد كده قفلت عليها. بس انا حسيت هنا ان هي عايزه تتقل شويه فولعت عليها تاني عشان تبدا تتقل تاني. بس كده وقفلت عليها، وبعد كده رحت جبت صينيه اللي انا هحط فيها الجلاش ودهنتها بالزبده كده. وبعد كده جبت لفه الجلاش وقسمتها 3 اجزاء، وبعد كده خدت جزء وطبقه طبقه بدات ادهنها بالزبده والزيت وارش عليها معلقه من المكسرات والمها على بعض كده، وبعد كده اقفلها من الجناب هنا. وحتى لو انت عندك واحده مثلا اتقطعت منك مقطوعه فمش هنرميها، هنستخدمها برضو، هنحطهم على بعض زي ما انت شفتي كده وهندهنها بالطبقه من الزيت والسمنه، وبعد كده المعلقه من المكسرات وهنضمهم على بعض وهنقفلهم من الجناب كويس عشان ما تفكش مننا. نعمل واحده تاني قدامكم عشان تعرفوا تشوفوا انا عملتها ازاي. اهي دهنتها بالطبقه من الزبده بالفرشه كده حاجه بسيطه، وبعد كده المعلقه من المكسرات وطبقتهم بالشكل ده الزجزاج ده، وقفلت كويس من الجناب، وبدات ارصهم في الصينيه جنب بعض. اهي بطلع الورقه بالراحه خالص لانها كانت طريه وفي نفس الوقت يعني لازقه مع بعضها شويه. اهي كده عملت الجزء اللي هو بالمكسرات، هبدأ اعمل الجزء اللي هو بالمهلبية. هنا كمان واحدة، بعمل كمان واحدة كده، يبقى انا كده تقريبا كده خلصت كده الجزء اللي انا خصصته ان انا هعمله بالمكسرات. بقفلها كويس عشان تديها شكل، اولا شكل حلو، وفي نفس الوقت المكسرات ما تخرجش من الجناب. هبدأ بقى اعمل هو الجزء اللي هو في المهلبية نفس اللي انا عملته في اللي هي طبقة الجلاش، دهنتها بالفرشة بالزيت والسمنة، وبعد كده حطيت طبقة من معلقة من المهلبية بس كده ودمتها على بعضها وقفلتها برضو من الجناب. كده انا خلصت الكمية كلها ورصيتهم في الصينية وهبقى هدخلها الفرن. اهي ده شكلهم كلهم بعد ما خلصت. بعد ما دخلتها في الفرن خرجتها بعد تلت ساعة، احمرت، كانت خلاص احمرت. ده شكلها خلاص هي بعد ما احمرت، وانا كنت مجهزة الشربات. طبعا الشربات بارد وخفيف مش تقيل، وحطيت عليها ايه وهو سخن، الشربات بارد والجلاش سخن لسه خارج من الفرن. بس كده وبعد كده قدمته. طبعا خرج لما سيبته لما برد شويه، وبعد كده طلعته حطيته في الاطباق عشان التقديم. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ نوني، وبالهنا والشفا، وباي باي.